الحالة بتاعت النهاردة لطفل عنده 4 سنين كان عنده مشاكل في التنفس وطول الوقت مش قادر ياخد نفسه من مناخيره، ومعاه تضخم في اللحمية كان ظاهر في الأشعة. لما دخلنا الطفل ده العمليات وفحصناه بالمنظار لقينا إن سبب انسداد الأنف عنده مش بس وجوده اللحمية، ولكن كان في التصاقات شديدة في ناحية من الأنف. والالتصاقات دي لما سألنا الأهل عن التاريخ المرضي لقينا إن الطفل ده كان محجوز في العناية وهو صغير، كان عنده التهاب رئوي، وكان في دايما التمريض كان بيشفط له من الانف. وهو التشفيط الغلط او التروما اللي بيعملها التشفيط بتعمل جروح داخل الانف. الجروح دي ممكن تعمل ينتج عنها التصاقات داخل الانف، والالتصاقات دي ممكن تساهم ان هي تكون سبب من اسباب انسداد الانف. عشان كده حابين ننبه على التمريض اللي بيشتغل في الحضانه او في الرعايه المركزه، وخصوصا اللي بيتعامل مع اطفال صغيرين وبيشفط لهم عن طريق الانف، بضروره ان هو يستخدم اصغر مقاس قسطره ممكن عن طريقها ان هو يشفط عن طريق الانف، وعلى قد ما يقدر يكون حنين في التشفيط عشان ما يعملش اصابه داخل الانف ممكن تؤدي الى حدوث التصاقات. سلام عليكم.